يا دكتور انا عندي التهاب قولون، ايه اللي جاب وجع الرقبه ووجع الركب ده؟ وليه عيني فجاه احمرت وبقت بتوجعني من الضوء؟ هو انا جالي كذا مرض مع بعض ولا ايه الحكايه؟ الحقيقه ان الاي بي دي الكرونز والقولون التقرحي مش مجرد وجع بطن، ده مرض مناعي، يعني الجهاز المناعي لما يقرر يهاجم ساعات بيحدف على اماكن تانية بره الامعاء. تعالوا نفهم ايه اللي بيحصل في جسمنا. مش كل الم في البطن مجرد قولون، التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. في القولون التقرحي ومرض كرونز المشكله مش في القولون نفسه، المشكله في السيستم، في الجهاز المناعي، ولما المناعه بتختل بتهاجم المفاصل، بتهاجم الجلد، العين، وحتى الكبد. دي بنسميها مضاعفات خارج الامعاء. اشهر حاجه بنشوفها هي وجع المفاصل، ممكن يكون وجع في المفاصل الكبيره زي الركبه والكاحل، وده غالبا بيزيد لما القولون يلتهب ويهدى لما القولون يهدى. وممكن يكون وجع في اسفل الظهر او العمود الفقري، منطقه العصعوص، وده محتاج تقييم بدري، خصوصا لو في تيبس صباحي او الم في اسفل الظهر مستمر، عشان نحمي المفصل من اي تاثر دائم. لو ركبك بتوجعك مع نبض القولون دي مش صدفه، ده جزء من المرض. العين بقى موضوع حساس، لو حسيت باحمرار شديد، وجع جوه العين، زغلله، او انك مش طايق الصوره، ارجوك ما تاخدش قطره من نفسك، دي تعتبر حاله طوارئ، لازم تكشف عيون او رمد في نفس اليوم. الالتهاب هنا لو اتساب ممكن ياثر على النظر، والعلاج السريع بيحل المشكله تماما. الجلد ساعات بتظهر بقع حمراء وبتوجع على الرجلين زي الكدمات كده بس بتوجع، اسمها اريثيما نودوزم. دي تورمات مؤلمه تحت الجلد او تقرحات جلديه تانية. غالبا العلامات دي هي ترمومتر نشاط الامعاء، لما بنسيطر على التهاب الامعاء الجلد غالبا بيفك ويرجع طبيعي. الكبد والقنوات الصفراويه، ممكن برضو المرض المناعي ياثر على الكبد او القنوات الصفراويه زي ارتفاع انزيمات الكبد او مرض القنوات الصفراويه عند بعض الناس، وعشان كده دايما بنطلب وظائف كبد دوريه، مش عشان نخوفك بس عشان نلحق اي تغيير بسيط في الاول. المتابعه هي الامان. هل وجود الحاجات دي معناه ان الحاله ساءت؟ خالص، ده معناه ان احنا محتاجين خطه علاج شامله. والخبر الحلو ان اغلب العلاجات الحديثه خصوصا العلاجات البيولوجيه بتضرب عصفورين بحجر واحد، بتهدي الامعاء وتهدي المفاصل والعين والجلد معاها. الاي بي دي مش مجرد وجع حمام، هو رحله مع الجهاز المناعي. لو ظهر وجع مفاصل مستمر او عينك تعبتك او جلدك بقى بيحصل فيه تقرحات او تغيرات، بلغ دكتور الجهاز الهضمي بتاعك فورا، هو المايسترو، هو اللي هيوجهك للتخصص الصح. قول لي في التعليقات اكتر عرض بره الامعاء تعبك ايه. في الحلقه الجايه هنتكلم عن موضوع يهم اهالي كتير، الاي بي دي او امراض الامعاء المناعيه عند الاطفال والمراهقين، ازاي بيأثر على نموهم وازاي نتعامل معاه. استنونا، اتشخص صح عشان تتعالج صح. في مدرسة التهاب الأمعاء أنت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصة النهاردة اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.